أهلا بيكم في قناتنا وتلك كانت قصتي. لو عندكم مشكلة ومش لاقيين لها حل يا ريت تبعتوها لنا في التعليقات أو على صفحتنا على فيسبوك، وبإذن الله نلاقي لها حل. وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب علشان قناتنا تكبر بيكم. ومعانا مشكلتنا النهاردة. عندي مشكلة وأتمنى الناس بلاش رمي اتهامات وهجوم ويندموا الواحد إنه عرض مشكلته. يا ريت نكون رحماء ببعض. أنا محتاجة نصيحة لأن فعلا ماليش حد إلا ربنا، وأكيد هو أعظم وأهم. وأسفة لو الموضوع طويل بس هحاول أختصر. أنا من 2019 انفصلت، أولادي مع باباهم في محافظة تانية، وللأسف أنا نزلت القاهرة بدون أي مصدر دخل ولا أي مكان يقويني إلا بيت والدي. هو متجوز ومخلف، وهو اللي رجح إني أنزل بعد مشاكل مع أبو ولادي، وإن كفاية اللي استحملته واجي عنده وهو هيقف له وكمان يشوف لي حل. وقد كان. لقيت مفيش حاجة حصلت إلا إن كل المواضيع اتعقدت أكتر، لحد ما أبو ولادي خد كل حاجة في بيتي، خلاها على البلاط فعلا، ورمالي هدومي على الأرض، برغم إن ده مش من حقه لأن الشقة كانت إيجار قديم من والدي ليا، والعفش وكل حاجة جوه الشقة من فلوس والدي. المهم كانت أول صدمة، خد الولاد وحاجتي، وبقيت يا مولاي كما خلقتني. وابويا اللي قال هيقف ويحل ويخليه يتعامل معايا بما يرضي الله ورب عيالي، قال لي لا، هو عاوز عياله قصاده علشان يصرف عليهم. وبصراحه انا شايفه ان ده الصح، وانتي بقى روحي زوريهم يعني او هم يجولك. وقد كان. لقيت كل حاجه وكل حد قال لي اصبري هتتحل، دلوقتي بيقولوا لي لا ده كده الصح. بقيت ادور على شغل، وربنا سخر لي ناس. ومن اول اسبوع لقيت ابويا مش مستحمل وبيسأل على فلوس، وطردني بس بشياكه. قال لي انا متخانق مع مراتي ومش هينفع تقعدي عندي، اقعدي في اي مكان لحد ما احل الموقف. طب اروح فين؟ انا فعلا مفيش مكان. فكرت ارجع بيتي اللي كان على البلاطه. طب ازاي وانا ما حلتيش حتى تمن المواصلات؟ المهم قعدت مع واحده معرفه الله يبارك فيها، قعدتني معاها لحد ما قدرت اجر شقه، واخدت بنتي وعشت من الشغل ده لده، وعشت زي اي راجل عنده مسؤوليه لحد اخر 2021. وللاسف الحال اتبدل معايا، ما بقتش عارفه حتى ادفع الايجار، وتكوم عليا، ولا عارفه ادفع دروس بنتي، ولا عارفه اوفر لها حتى اكل كويس. وللاسف رجعتها لباباها علشان ما اقدرش اظلمها معايا اكتر من كده. لقيت صاحب الشقه عاوز 6 شهور، وللاسف ده مبلغ كبير جدا. اتجهت لابويا وامي، وللعلم الشقه اللي امي فيها دي بتاعت والدي لانهم منفصلين، بس هي قاعده في الشقه دي. يعني الطبيعي بنتها هتترمى في الشارع، تقول لها ده بيتك. للاسف ما حصلش، ورفضت اني اقعد معاها لانها شايفه انها مش ملزمه بيا. هي ست في الاول والاخر، وشقتي اللي كانت في محافظه تانية من كتر ما انا مش عارفه اوفر ايجارها مع ايجار القاهره اديتها لصاحب العماره ب 18000 جنيه. المهم الجا لابويا، مفيش صرفه، وما لقيتش فعلا اي حد ولا اي حد يقدر يساعدني، برغم وقت ما كنت بشتغل ربنا العالم كنت بعمل معاهم ايه. المهم صاحب الشغل اللي كنت فيه لاحظ عصبيتي مع الاستاف، زائد ان المكان كان هيصفي عشان عليهم ديون وكده، وانا كنت مش عارفه هعمل ايه ولا اروح فين. حاول يسمع مني في ايه، وشرحت له سبب ضغطي، والراجل بقى مستغرب ازاي، طب اهلك وفين؟ ومحدش مصدق الفيلم ده انه واقع، بس للاسف دي الحقيقه، وربنا العالم والشاهد اني ما ظلمتش حد فيهم، وهما كانوا سبب كبير في دمار حياتي وما وقفوش معايا ولا مره. المهم بعد شهر من المحاولات مع والدي ووالدتي، الراجل صاحب الشقه مفيش اي امل. صاحب الشغل اللي كنت فيه كان بيسال عملتي ايه، ولو فتحنا تاني المكان هتكوني معانا؟ قلت له ايوه، وبالنسبه لموضوعي لا جديد. عرض عليا الزواج، وبخاصه لما لقى ان اهلي مش راضيين يساعدوني، وجاب نفسه واتاكد بنفسه. قال لي على فكره انا منفصل، وما كانش في دماغي اني اتجوز اصلا، بس عشان ربنا يستر بنتي، وانا مستغرب موقف اهلك. بصراحه الراجل كرمني واخدني واتجوزنا عند مأذون، وبقى ياخدني واروح اشوف ولادي او يجوا في كل اجازه، والحمد لله سترني في بيته. وهو برضو عنده اخوات وبيتابعهم، وبيتابع بنته عن طريق جدتها. فجاه من سنه بقى في تعامل مع مامتها، ولقيت ان العلاقه ابتدت تقوى بينهم، وكلامي ابتدى علشان قال ايه مصلحة البنت. كل ما اتكلم في الموضوع ده يقولي دي حياتي وبكملها. انا ما ضحكتش عليكي ومراعي ربنا فيكي، وقلت لك اللي هيبقى لمصلحة البنت انا هعمله. انا راجل عندي شغلي وشايل مسؤولية اخواتي وام بنتي وكل حد في رقبتي، ومش منقصك حاجة. طب ما طريقتك اتغيرت معايا، ما بقتش تتكلم معايا زي الاول. يقول لي ده من اسلوبك. طب ابقى نايمة واصحى على تليفونك افاجئ ان ام بنتك بتصحيك. يقول لي عادي، المهم انا قاعد مع مين. ولو بتتكلمي بقى عن العدل يبقى اروح ابات هناك زي ما ببات معاكي. المهم ان انا اتجوزتك واهلك عارفين، مالكيش دعوه بقى الجهه اللي عندي يعرفوا ولا لا. ركزي في حياتك. طب انا فجاه بعد 3 سنين الاقي نفسي واحده مشاركاني في جوزي. انا ما خربتش بيت حد عشان الستات اللي هتدخل تقول لك كده. الراجل ده بالفعل كان منفصل من 2020 وسايب ام بنته،
وانا ما كرهتش ان بنته تعيش معاه ولا تعيش في استقرار. ما انا عاوزه برضو احافظ على بيتي وجوزي وعلى الوضع اللي انا بقيت فيه، على الاقل علشان خاطر عيالي ما حدش يجي في يوم من الايام يعايرهم ويقول لهم ان امهم اتجوزت تاني واتطلقت. احافظ على ده ازاي وهو طول اليوم بره ومفيش اجازات، ولو قعد بيبقى مش كتير، ولو اتصلت وهو معاهم ما بيردش الا لو فضي. من اول ما عرفته هو فعلا شغله ما كانش بيقعد في البيت، لكن حاسه حاليا ان الموضوع بقى مبالغ فيه والمكالمات كلها لهناك. طب هو انا كنت وضع مؤقت ولا احتياطي؟ وارجع اقول لو كنت كده او نزوه ما كانش اتجوزني واستغل ظروفي او حتى قال لي نتجوز عرفي. بالعكس، هو اكرمني، واما عيالي بيجوا بيكرمهم جدا الحمد لله، وفتح معايا موضوع انه عاوز بنتي لاخوه بس بعد ما بنتي تخلص جامعتها. لكن مخي هيتشل. احنا بقالنا فتره كل يومين خناق من كتر ما بصحى على اتصال ام بنته وبيطلع يكلمها في الريسبشن، وانا كاني هوا. بصراحه قلبي بيتقطع. انا عارفه انه شارع ربنا، انا اكتر واحده في الدنيا عايزه يعيش في سلام وهدوء. هو شايفني عاوزه ابعده عنهم وان انا انانيه، وانا مش كده. انا لقيته فجاه مهمشني وما بقاش يتكلم معايا زي الاول ولا يشاركني يومه. اتصرف ازاي؟ انا فعلا مش عاوزه اخسره ولا اخسر حياتي. انا خلاص 39 سنه، فرصه حتى الشغل صفر لاني مؤهلي سنتين ومفيش كورسات، وما بقاش عندي قدره اصلا للشغل. وهو كل ما نعمل مشكله يقول لي اللي بتعمليه ده هو اللي هيهدم البيت، ولو هتفضلي بالطريقه دي احنا هننفصل. ويا ستي ما تشيليش هم الفلوس، انا ملزوم بيكي لاخر العمر. وانا بصراحه مش عاوزه كده، بس في نفس الوقت احساس غبي لانه ما كانش ظاهر لي انه ممكن يرجع في يوم من الايام. بس للامانه كان بيقول لي لو اي حاجه في مصلحه البنت هيعملها. انا محتاجه حد ينورني بدون هجوم عليا. الله يبارك فيكم، انا فعلا تعبت من كتر الصراعات. لصاحبة المشكلة: اهدي وردي، استهدي بالله. الغيرة شعور طبيعي، بس قارني حياتك قبله وبعده، هتعرفي انك في نعمة عظيمة. حتى لو رجع لأم بنته، ايه المشكلة؟ لو اتطلقتي منه هتبقي اسعد؟ تفتكري حياتك هتستقيم؟ اكيد لا. انا بصراحة شايفة ان الراجل محترم جدا وعارف ربنا بشهادتك انتي، وزي ما احسن ليكي احسني انتي كمان ليه. وقولي له لو تحب انزل اشتري هدية معاك لبنتك او اساعدك ازاي. اهم حاجة عندي ان انت تكون سعيد ومبسوط زي ما اسعدتني ووقفت جنبي. وصدقيني معاملته هتتغير تماما. وانصحك يا اما تفكري في مشروع يا اما تتعلمي مهارة جديدة وتعملي شغلك الخاص، منها استقرار مادي ومنها تكوني مشغولة ومش فاضية تركزي مع زوجك كده، بحيث وقتك اللي هيتبقى بعد شغلك تبقي احرص الناس انه يكون هادي وسعيد. وفي النهاية بتمنى لك حياة سعيدة.